سلام الله عليكم ومرحبا بكم معايا ومرحبا بيا عندكم. شكون فينا ما يحبش البتي فور؟ يعني صغار وكبار نموتوا على البتي فور. انا شخصيا نحب البتي فور ولا غون فور ولا يعجبوني كي يجوني هشاش ويجوني طرايا وسهلين، يعني الانسان يديرهم قهوه الصباح ولا قهوه العشيه ولا الضياف، يعني ما شاء الله. جبتها لكم اليوم مقادير يعني صغيره، غير 400 غرام تاع الفارينه، باش تجربوهم. يجوا بزاف هشاش ويجوا طرايا الله يبارك ما شاء الله. شوفوا كيفاش نقسم الحبه، جايين طرايا الله يبارك. نتمنى ان شاء الله تتفاعلوا مع الفيديو وديروا لي هذيك الجنب. لاول مره تخرج لكم القناه اشتركوا لي فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، هكذا باش تكبر قناتي ان شاء الله ونولوا كامل عائله كبيره. هكذا باش نحط لكم المزيد. صلوا ونسلموا على رسول الله ونبداو بسم الله على بركه الله. هنا في الغيسيبيون حطيت زوج حبات نتاع البيض، يعني ما كنتش نصور نسيت، المهم حطيتهم باش تفكرت بلي راح نصور دائما مزروبين. حطيت زوج حبات نتاع البيض، وحطيت 140 غرام نتاع السكر، 100 مليلتر نتاع الزيت و100 غرام نتاع المارغرين. ماذا بكم اوبلين يجي بزاف خفيفه وتجي في البتي فور رائعه جدا. هنايا جبت النواشف نتاوعي، درت مغرفة صغيرة معمرة مليح لأنه يحب لافاني البتي فور. درت رشة نتاع الملح ودرت ربع ملعقة صغيرة ولا أقل شوية من ربع ملعقة خميرة كيميائية، واللي تحب دير بيكربونات دير بيكربونات، يعني عادي. ربع ملعقة كما قلت لكم، أقل من ربع الملعقة خميرة كيميائية. هنايا نخلطهم بالباتور، ولازم الباتور ولا البيتخان، يعني بالفوي ما راحش تقدروا. نخلطوهم هكذا في الأول واحد ل5 دقايق، ولا لازم يكون الباتور صحيح. 5 دقايق ولا نخلطوهم سرعة أولى حتى يندمجوا مليح، تذوب لنا هذيك المارغرين مع السكر. من بعد نزيدوا السرعة الثانية حتى يبدا يتكاثف لنا، من بعد نزيدوا السرعة يعني أقصى سرعة، هكذا باش ترجع لنا كريمة ويندمجوا لنا كامل المكونات ويولوا بهذا الشكل، شغل كريمة الزبدة، يعني يولوا بهذه الطريقة يندمجوا كامل هكذا، باش نضمن ما تخرجليش الزيت من المكونات وتنفصل الزيت وحدها والمارغرين وحدها ويجونا بتي فور تاعنا ناشفين. هنايا ضفت كيما قلت لكم 400 غرام تاع الفارينه، ضفتها على مرحلتين. المرحله الاولى هنايا دخلت شويه، من بعد زدت كملت الباقي. البتي فور تاعنا لازم يجوا طرايا، ما لازمش العجينه تاعهم ما لازمش تنشف، لازم يبقاو طريين هكذا، باش كي نبوشيهم نديرهم في لابوش ولا نديرو غوزاس ولا نديرو هكذا، نديروهم طوال ولا صغار ولا المهم يخرجوا لنا من لابوش كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش راهي طريه. هنا البنات لازم غير تكملوا تكونوا ديجا موجدين لابوش باش تحطوا فيها، لازم تكون الفارينه تمتم وهي طريه، تبوشيوها باش تخرج لكم من لابوش تجيكم سهله. درت انا كيما راكم تشوفوا هكذا دي غوزاس صغيورين باش هكذا، من بعد نلصقهم وحده مع وحده. في هذه الاثناء انا راهو الفرن تاعي يسخن على اعلى درجه، من بعد نقصلو نخليهم في الرف الوسطاني كي نشوفهم طابوا من التحت وطابوا بداو يحماروا، نشعل لهم الفوق يكملوا يطيبوا. من بعد نخرجهم، من بعد كيما شفتوا نزينهم. هنايا خرجوا من الفور، شوفوا كيفاش طابوا، والله الله حميمرين. خاصة إلا كانت عندك المروحة وتشعل المروحة راح تتوزع الحرارة بيان سور يجوا بهذا الشكل، يجوا كامل طايبين ما شاء الله. أنا نروح نلصقهم حبة مع حبة كيما راكم تشوفوا. أنا لصقتهم هنا بلا جولي، واللي حبت تلصق بالمعجون تلصقهم بالمعجون، أنا عندي لا جولي لصقتهم بلا جولي. من بعد بعد ما لصقتهم درت لهم كامل بالبانسو، درت لهم لا جولي هذيك باش يجوا يبرقوا، شتو كيما نشروهم في العلب يجوا بزاف يبرقوا من الفوق. ضفت لهم لا جولي، وهذيك لا جولي كي يطيبوا هكذا يكونوا مقرمشين يابسين، بصح من بعدك تطريهم هذيك لا جولي كي نديروها لهم تطريهم ويولوا هشاش. من بعد زينتهم بالشيكولا بهذا الشكل، يعني كل حبه درت لها شويه منها هكذا في الشيكولا، ذوبت شيكولا عادي ودرتهم. وهذوك هنايا اللي بقات لي شويه تاع العجينه بعد ما عمرت السنيوه درتها هذوك كونفور طوال بهذه الطريقه ويخرجوا ما شاء الله. كما قلت لكم درت لهم لا جولي كيما راهم يبرقوا، راكم تشوفوا فيهم يبرقوا. تحبوا ديروا لهم هكذا شيكولا في جهه برك في الشيكولا، تحبوا تخلوهم هكذاك تستفوهم في سنيوه، من بعد ديروا لهم من الفوق هكذا خطوط بالشيكولا تجوزوا عليهم، يعني التزيين يبقى اختياري. هنا نقسم معكم الحبه، شوفوها كيفاش راهي ما شاء الله خرجوا هشاش
وخرجوا بزاف بنان. كيما قلت لكم كثروا لافاني، البتي فور يحبوا بزاف لافاني، يعني خرجوا رائعين جدا، وكيباتوا يزيدوا له هشاش اكثر من هكذا. هذه هي الوصفة تاعي اللي وصلت هنا وما درتليش الجيم. نفكرك حبيبتي روحي ديري لي هذيك الجيم تحت الفيديو. اذا ما اشتركتيش وراكي جديدة شاهدتي الفيديو اشتركي لي في القناة وفعلي الجرس باش يوصلك الجديد. شكرا لكم جميعا على المشاهدة. نلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.